طبعا هذا الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، كل الأسماء ممكن أن تكون عابرة في تاريخ اليمن، لكن هذا الاسم لن يكون عابرا. حدثني عن هذا الرجل الذي أنت التقيته أكثر من مرة. الحقيقة هذا رجل شجاع، قائد عربي أصيل، حكم اليمن تقريبا 33 سنة. الحقيقة التقيته فعلا، التقيت رجل ذكي جدا، سريع البديهة، لديه يعني قبول من الشارع اليمني، نقل السلطة سلميا وبطريقة حضارية بناء على وساطة سعودية خليجية إلى نائبة، ساهم بشكل كبير، بشكل يهدف فيه إلى تعزيز مكانته والعودة للحكم بطريقة أو بأخرى في مشاركته مع الحوثيين من صنعاء وصولا إلى عدن. جلست معه أكثر من مرة والتقيته، حاولت مع عدة محاولات لثنيه عن استمرار دعم الحوثيين، وكان رده دائما لي أنه أنا ما أدعم الحوثيين ولا أعطيهم أي دعم أبدا. فمن كثر ما قابلته 7 مرات تقريبا، لما رأيت أنه ينكر دائما فجمعت المعلومات والأدلة ورحت له. طبعا يستقبلني استقبال يعني رائع جدا، وحتى لما وصلت إلى السفارة في صنعاء قدم لي هدية، هو الشيخ صادق الأحمر، ترحيبا بي كممثل خادم الحرمين. قدم لي مسدس ذهبي موقع عليه اسمه، وصادق الأحمر قدم لي ذبائح إكرام الضيف يعني وصولي إلى صنعاء. طبعا هذا خلال وجود الحوثيين في صنعاء. فلما التقيت في فخامة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح كان نقاش ودي جدا وأخوي، وأيضا أنا أحترمه جديدا، يعني أحترمه لأنه قائد عربي وأيضا ذكي جدا ولديه قبول سواء داخل المؤتمر الشعبي أو الأطراف اليمنية ككل. لما جلست معاه وبريت الأدلة، قلت أنت أعطيت هذا 10 شاصات، أنت أعطيت هذا أسلحة، أنت أعطيت 10 مليون، الأدلة اللي كان ينكرها وأنه هذا في ذمار وهذا في إب وهذا في تعز. فوقف كذا شوي، بعدين قال أقول لك الحقيقة أنا ما دعمت الحوثيين، لكن اللي سويته أني سويت كذا. يقصد انه يعني نايم، انه كان نايم وانه غير يعني ما له علاقه. طبعا لما شاهد المجتمع الدولي استثمر كثير في الحل السياسي، والرئيس اليمني السابق وجد بان الرئيس اللي سلمه السلطه يشارك الحوثيين، فاجتمعوا مع سفراء الدول الخمس ورفعوا تقرير مجلس الامن ان الاخ الرئيس السابق يعيق السلام وانه يجب ان يعاقب، فصدرت عليه عقوبات دوليه بموجب نقاشات تمت بين الرئيس اليمني والدول دائمة العضوية الخمس في صنعاء، ثم نقلت إلى الملف في مجلس الأمن. صدر عليه عقوبات، فاستدعاني وقابلته غاضب وقال لي أنتم اللي حطيت عاقبتوني وأنتم اللي سويت. قلت له احنا ما لنا علاقة، هذا موضوع احنا ما لنا علاقة فيه، هذا موضوع يتعلق فيك أنت وعلى نشاطاتك. المجتمع الدولي يراقب، ونحن لسنا في مجلس الأمن، لنا علاقة، هذا الموضوع ما لنا علاقة فيه تماما. قال لا أنتم اللي وراء عمل. قلت والله شوف حنا سوينا كذا. فيعني ضحك ضحكة ضحكتك، وقال يعني وناشدته مرة أخرى بالوقوف عن دعم اليمنيين، عن دعم الحوثيين.